كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر. وكلمة فطر يعني هنفطر، بس ناخد بالنا هنفطر ازاي، مش هنهجم، هنفطر. وطبعا العيد ده معروف بالغريبة جميلة، وبالكعك برضو جميل، في كعك المحشي طبعا بيبقى عليه سكر بس مش ضروري، هو نفسه بيبقى ما فيهوش سكر فمش هيسبب لنا إشكال يعني، لكن برضو هناكل كميات معقولة. احنا عارفين انه مش عايزين نملى نفسنا زيادة على اللزوم، وما ناكلش سكر زيادة على اللزوم برضو، لكن نتبسط بالعيد. ولو نزور ناس بناخد لهم كعك أو غريبة. وفي كمان العيد ده العيدية، ما تنسوش العيدية لأفراد الأسرة الصغيرين بيتبسطوا بيها قوي، بس يا ريت برضو نسألهم يا ترى هيعملوا إيه بالعيدية دي، ممكن يحوشوها، ممكن يشتروا بيها حاجة. طبعا هفضل قوي لو ما يشتروش بيها بونبوني وحاجات مسكرة، بس يشتروا بيها حاجة برضو بيحبوها، نمضي وقت كويس قوي لطيف مع بعض، وممكن نلعب في ألعاب. أنا عارفة كمان في العيد كتير كنا بنطير طيارات الورق، دي حلوة جدا، معرفش ده لسه ممكن يحصل ولا لأ. ننتهز الفرصة ونعيد ونتبسط مع بعض. وفي كمان العجل اللي بيحطوا له الورق الملون، بس ناخد بالنا إن الأطفال هيركبوا العجل ده فين، يبقى لازم حتة أمان. نعمل كل اللي في وسعنا إن احنا نتبسط ونعيد. كل سنة وانتم طيبين.